السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى باذن الله كده عند ماما، كل سنه وانتم طيبين. هنبدا بقى كده في نوائم العيد، والنهارده بقى باذن الله هنعمل مع بعض الكحك، وهنعمله كده بطريقه سهله وجميله وبسيطه جدا. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول، ونعمل لايك ونشترك في القناه ونشير الفيديو ده علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. تعالوا بقى بينا نبدا الفيديو بتاعنا ونشوف الكحك بتاعنا النهارده هنعمله ازاي. يلا بينا. اول حاجه كده بقى هنحضر السمنه بتاعتنا وهنوزنها كده مع بعض. اول حاجه هنوزن الطبق بتاعنا قبل ما نحط السمنه عشان نشوف الميزان والمقدار بتاعنا. وبعد كده ما وزننا الطبق هنحط بقى السمنه بتاعتنا. انا النهارده هعمل سمنه ميكس، سمنه نباتي طبيعي ومعاها سمنه بقري كده، قصدي سمنه جاموسي فلاحي. انا هنا عايزه 1100 جرام من السمنه علشان النهارده هعمل 2 كيلو من الدقيق. حبيبي احنا السمنه وزناها هي طبعا الطبق كان 190 جرام، وهنا محتاجين 1100 جرام، يبقى كده 1290 جرام. وادي السمنه معانا اهي. تعالى بقى نشوف بعد كده هنعمل ايه. هنبدا بقى كده نجهز الحشو بتاعنا. معايا هنا عجوه ومعايا هنا ملبن. هحط كده على العجوه شويه من السمسم، وبرده كده الملبن احط عليه شويه من السمسم، وهنزل كده بمعلقه من السمنه وبرده كده معلقه من السمنه، وابدا بقى كده ادعكم كويس جدا مع بعض بالشكل ده لحد ما تنعم معايا خالص. الملبن بتاعي شايفين حجمها كده يعني حوالي 9 جرام او 5 جرام حسب حجم قطعه الكحك اللي انت هتعمليها. يعني انا هعمل الكحكه بتاعتي صغيره، فاعمل حجم الملبن بتاعي صغير. شايفين؟ اخلص بقى الكميه وارجع لكم. هنا انا خلصت تكوير العجوه اهيت وتكوير كمان الملبن. هنشتغل بقى في الكحك بتاعنا. حبايب قلبي انا معايا هنا دقيق مخبوزات، دقيق السنبله، وده دقيق فاخر لجميع الاغراض. اهم حاجه يكون 72% مستخرج من الدقيق. شايفين اهو استخراج 72%. ده دقيق السنبله، دقيق المرقم. اول حاجه بقى هنبدا كده ندخل الدقيق بتاعنا. حبايب قلبي نبدا الاول كده ندخل الدقيق. النهارده باذن الله هعمل مع بعض 2 كيلو من الدقيق، واقول لك المقادير وانا بشتغل. اول حاجه هنبدا بقى كده ندخل الدقيق بتاعنا الاول، وده اهم حاجه علشان زي ما قلت لك الدقيق بقى لو في اي حاجه او مركون في المحل فضمان لازم ندخله. هنا بقى هندخل مع بعض كده الدقيق كويس جدا. ده اول كيس، وهندخل بقى كده تاني كيس، وبعد كده بقى هنشوف هنعمل ايه. لكل كيلو من الدقيق بياخد 3 معالق من السمسم، ودي طبعا 6 معالق. هينزل بقى كده على كده الدقيق بتاعنا. بس قبل جدك هيقفل. وهنا معانا بقى معلقتين كبار من ريحه الكحك، ومعلقه من الخميره، هيقفل يا حنان، ومعلقه من البيكنج باودر. اكتبي الورقه. يعني هو ايه ده؟ ماما في المقادير قدام الكاميرا. قولي تاني يا بنتي. معايا هنا معلقتين كبار من ريحه الكحك، ومعلقه صغيره من الخميره عشان دوم 2 كيلو من الدقيق. يعني كل كيلو من الدقيق نص معلقه صغيره بس من الخميره، ونص معلقه من البيكنج باودر. يعني معلقه صغيره من البيكنج باودر ومعلقه صغيره من الخميره. هنحطهم كده على الدقيق بتاعنا. كده بس حبايب قلبي السمنه بتاعتنا وزناها مع بعض. هنزل بقى كده ب4 معالق من السكر البودر. انا هنا كده برب السكر البودر مع السمنه بتاعتي. بس وابدا بقى كده اربها كويس جدا. وقلت لك قبل كده ان رب السكر البودر مع السمنه بينعم معانا الكحك بتاعي. هبدا كده اربها كويس خالص لحد ما تبيض معانا. حبايب قلبي اللي برب السمنه اهوت مع السكر بالشكل ده. وطبعا النهارده الكحك بتاعنا هنعمله على البارد، يعني مش مسيحه السمنه ولا اي حاجه خالص. شايفين كده بقى خلاص لحد ما يبرد معانا كده بالشكل ده. هنا بقى هبدا كده الخبط المقادير والمكونات كلها كده مع بعضها.
عايزين ذرة ملح. الملح بتاعك فين يا ماما؟ رفيع بيه. شوفي الكاميرا يا حبايبي. حبايبي هنبدأ بقى كده ننزل بالسمنة بتاعتنا بعد ما لخبطنا الدقيق والمكونات كلها كده مع بعضها. ولازم ننزل كده السمنة كلها عشان انتوا عارفين بقى ان دي مقادير، ولازم مقدار الكحك بتاعنا في السمنة يبقى مظبوط. هبدأ بقى هنا واهم خطوة معانا، هنبدأ بقى نبس كده الكحك بتاعنا كويس جدا. هبدأ اقلب المكونات كلها كده مع بعضها الاول لحد ما كله يندمج مع بعضه، وبعد كده بقى هبدأ ابس الكحك بتاعي. ولازم بقى نبس الكحك بتاعنا كويس جدا لحد ما العجينة تنعم معانا خالص. شايفين بالشكل ده اهو، بكفة ايدك كده وهتفركي كده بالعجين بتاعك بالشكل ده. طبعا انا حاطه معاكم لكل كيلو من الدقيق 550 جرام من السمنه. طبعا احنا معانا هنا 3 مقادير للسمنه للكحك بتاعنا من السمنه. يعني لو عايزه الكحكه بتاعتك تبقى جامده معاكي كده هتحط 500 جرام من الدقيق، لو حباها بقى وسط هتحط 550 جرام زي ما انا عامله كده بالظبط، ولو حباها بقى بتفري معاكي هتحط 600 جرام من السمنه. شايفين؟ هنبدأ بقى كده نبص في العجين كويس جدا في الكاميرا. حبايب قلبي انا خلصت بس اهوت. شايفين العجينه نامت معانا خالص اهيت. شايفين العجينه عامله ازاي؟ تقعدي تبصي فيها كده حوالي ربع ده كده لمده ربع ساعه، تبصي فيها لحد ما تبقى معاكي ناعمه بالشكل ده. شايفه العجينه عامله ازاي؟ ناعمه خالص اهي. في المرحله دي بقى هبدا انزل كده باللبن بتاعي. معايا هنا كوبايه من اللبن وكوبايه من الميه، انا هعمل ميكس بين الاتنين. وزي ما قلت لك دي مقادير 2 كيلو من الدقيق. هنزل كده الاول بكوبايه من اللبن وابدا بس كده الم العجينه بتاعتي. العجينه ما شاء الله اتبست معانا كويس، مش محتاجه بقى عجن، يا دوبك كده هنلم اللبن بتاعنا بالعجينه بتاعتنا بالشكل ده. وهنحط بقى كوبايه الميه اللي معانا تدريجي عشان نشوف العجينه بتاعتنا هتحتاج قد ايه. شايفين انا بلم كده العجينه باللبن بتاعي. تنشرش تنشرش. هبدأ بقى انزل كده كوباية المية التانية بالشكل ده، وهلم برضو كده العجينة بتاعتي. وانا بقى بلمها كده هبدأ بقى كده الاول اختبر العجينة بتاعتي. هاخد كده جزء من العجينة والفها بالشكل ده. شايفين لسه بالشقة معانا اهي، يبقى لسه محتاجة سوائل. هنزل كمان ببقية كوباية المية بتاعتي. هلمها كده مع نفسي وارجع لكم. حبايب قلبي بعد بقى ما لمتها كده بالميه بتاعتي هنشوف بقى نختبر كده العجينه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين العجينه ما شاء الله لا شقات معانا ولا اي حاجه خالص اهيت كده بقى خلاص. حبايب قلبي هنبدا بقى كده نشتغل في العجينه بتاعتنا والكحك بتاعنا، وهنشوف بقى الكحكه هنعمل ايه. حبايبي العجينه بتاعتنا اهيت هكورها كده بالشكل ده، واخد بقى كده قطعه من الملبن. قلبي اهي وحطينا كده الملبن بالطريقه ديت، وهنبدا بقى كده نقفل الكحكه بتاعتنا كويس جدا كده. شايفين هي ملناش عبير.
عايزه اعملها كده. كل ده بالململ لسه. هنعمل بقى كده معاكم كام نقشه. هنيجي دي كده التلاتة جنب بعض دول. هناخد دي كده اهي اهي، وهنجيب دي كده. بتعصب بس انا مش طايقه اللي قدامي. شوف اللي بيعملها على طول. سيب بملا سنانه. شايفين؟ ده وهنيجي ورق برضو منار. هنا دي كده. انا ازاي حبيبي كان فيها برشام معايا. هنبدأ اعملها ازاي؟ بتاع منار لأمها علاء. انا ازاي حبيبي ببقي المشاهدة سرع الفيديو عشان تشوفوا بس النقشات عاملة ازاي. يا بسكويت يا احنا، يا كحك العيد يا احنا. عرفت حبيبي بتعملها ازاي؟ العجينة سلسة جدا، شايفين العجينة عاملة ازاي؟ ولا مشققة معانا ولا اي حاجة خالص، ما خلاص علشان مخدومة معانا في العجن كويس. هنقفلها بقى كده. انت سحرنا. وانا ضغطها بس ضغطة كده بسيطة. انا برضه كتير. وهناخدها بقى زي كده زي ورق الشجر. اقعد مع حد. اسكتي. انا عايزه اصور. بتفنن. كده من العجين وهلفها بايدي بالشكل ده علشان تنعم معايا خالص. شايفين؟ واجي كده من النص وابدا كده اكورها بالشكل ده علشان تبقى مسويه مع بعضها. وهجيب بقى كده الملبن واحطها كده في النص وابدا بقى اقفل الكحكه بتاعتي بالشكل ده. واكورها بقى كده واحاول اسويها كده وتبقى مدوره مع بعضها. شايفين؟ هبدأ بقى كده انقش معاكم. شايفين؟ هناخد الكحكة كده زي ما يدور. وانا بقى هعمل ده كده وده كده وده كده ادي شكل معانا. وابدأ هنا اهي اخد ده كده ودي برضو كده وضحي واخد بقى ده كده واخد بقى كده زي الميتور. تجيبي فرن منين يا حبيبي؟ مهندس معاش مجموعة. المنقاش ده سلس جدا في العمايل. مش ما بنروح. هذا مش هنروح. ده طريقة امي في عند حنبات هنا احنا من بيت شتوي. شايفين بقى النقشه عامله ازاي؟ هعمل بقى كمان معاكم كام واحده كده كمان واحدة. قلت لك كمان كام واحدة. يا كحك العيد يا احنا، يا بسكويت يا احنا، يا كحك العيد يا احنا، يا بسكويت يا احنا. احلى حاجه انك تعملي الكحك كده في وسط الاهل والحبايب تبقى فرحه كبيره جدا. هنا بقى بعد ما خلصنا خالص الكميه كده كلها مع نفسنا، ودي بقى شكل النقشات اللي احنا عملناها. شايفين؟ وطلعت معانا بقى الكميه دي كلها.
هنولع بقى الفرن بتاعنا ونحط اول صينيه. طبعا بقى مولعين الفرن من قبلها لما يحمى خالص، وهنهدي بقى درجه الحراره بتاعتنا يعني تكون كده 160، وهنسيبها كده على الهادي. واول ما تاخد لون معانا نولع الشوايه من فوق وهنطفي عليه على طول. وده الكحك بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. شايفين ما شاء الله شكله عامل ازاي؟ شايفين النشا والظهر ما شاء الله. شايفين؟ اخلص بقى الكميه كلها كده مع نفسي، وبعد ما اخلص بقى هوريكم الكحك بتاعنا شكله عامل ازاي. حبايب قلبي وده شكل الكحك بتاعنا بعد ما خلص خالص اهوت، وسبته بقى لما برد ورصيته كده بالشكل ده. ما شاء الله جميل جدا. شايفين شكله عامل ازاي؟ والنقش بتاعته تحفه. حابه كده بقى اوريكم كحكه كده من على قريب، هفتحها لكم بسم الله. شايفين الكحكه ما شاء الله مفرغه من جوه ازاي؟ ومقاديرها مظبوطه جدا. يعني الكحكه معانا لا هي جامده ولا هي ناعمه قوي. شايفين وبتفرق معانا ازاي؟ بجد تحفه، وريحته كمان جميله جدا. شايفين بقى شكل الكحكايه من على قريب عامله ازاي؟ وشايفين الظهر بجد يعني شويه كحك ما شاء الله. لا تقول لي بقى لا العبد ولا لوار. لو عجبكم النهارده بقى الفيديو واستفدتوا منه شجعوني كده باللايك، واشتركوا في القناه وشيروا الفيديو ده علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. سلام.